تمكنت فرقة من الحرس الوطني بمعتمدية منزل لحبيب غرب ولاية جابس من إحباط عملية تهريب ل1200 جوال بقيمة 280 ألف دينار بواسطة شاحنة أعوان الحرس الوطنية، بعد أن استراب أعوان الحرس ارتباك سائق الشاحنة بمجرد طلب الاستظهار بوثائقه. على إثر قيام مختلف وحدات إقليم الحرس الوطني بجابس بحملة أمنية كبرى بكامل الولاية، تم ضبط سيارة قادمة من الجنوب في اتجاه الشمال على مستوى منطقة منزل لحبيب، محملة ب 1090 هاتف جوال، منها 676 هاتف نوع تكتيل و414 هاتف باللمس، مع 456 توابع، منها حاشد وسماعة وشاحن. قدرت قيمة الجملية للمحجوز ب 237 و180 دينار، مع السيارة ب 45 ألف دينار. تم تحرير محضر جبائي في الغرض. تم حجز البضاعة والستحال على مصالح الديوانة. كما تم إيقاف 7 أشخاص مفتش عنهم في قضايا حق عام. عملية نوعية تقوم بها مختلف الوحدات الأمنية بجابس لإيقاف نزيف التهريب، عمليات تؤكد مرة أخرى جدية اليقظة والحرص على حماية العباد والبلاد رغم ضعف المعدات.